عندي يعني سؤال واحد وش له شقين، جانب نفسي اعتقد وجانب علمي، ممكن تفيدني فيه ان شاء الله. ايوه. مبدئيا بس القصه الاساسيه ان عندي الوالد الله يرحمه وبعد عمتي الله يرحمها وصلوا لاخر العمر وياهم اللي هو الزهايمر. نعم. فاعتقد اني انا ممكن الله اعلم اني انا ماشي على نفس الطريق. ليش؟ لان لا 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 لا, لا. هذا غلط. بوضح لك شيخ. لا تضع في ذهنك، لا توضح لي ولا اوضح لك، لا تضع في ذهنك هذا الامر. ابوي زهايمر، عمتي زهايمر، جدتي، اذا ايش احتماليه كبيره يصير بي زهايمر. لا تضع ذلك في ذهنك. زين، انا اتفائل بالخير في كل الاحوال. لا تبني يا رجل، لا تبني هذا الامر في ذهنك، وقد لا تعيش كما عاشوا من عمر. واضح يا الغالي؟ اذا هذا كلام قال ايش؟ سؤال وسواسي. انا بعطيك سؤالي الاساسي. انا عندي مشكله يا شيخ اللي هي التفكير الزايد. ما هو هذا ليش انا اقول لك اعطيني غير سؤال ما شو اسمه، غير السؤال الوسواسي. هذا التفكير الذي ذكرته ستبني عليه امورا كثيره. وضحت يا الغالي؟ سؤال وسواسي دعك منه وانطلق في الحياه، لا توسوس، لا تفكر كثيرا فيما يستقبل. تمام يا الغالي؟ هل يا شيخ هذا له علاقه في اني انا يعني استخدم الشورت تيرم ميموري في حتى يعني في مثلا مساله الحفظ؟ انا انسان ما اقدر احفظ، اقدر افهم استوعب طريقه ما لها علاقه، ولكن الحفظ عندي ما لها علاقه. لا ما لها علاقه. لكن انت غالبا سبب تفكير زايد راح تظل توسوس. تمام يا طيب؟ راح تبني امور كثيره جدا لا علاقه لها بواقعك، فتنتبه بارك الله فيك. وبما انك بهذه الصوره فتحرص على النفع. يعني النفع شنو؟ على نفع نفسك. ايش ينفعك تفعله، لا تفكر فيما يستقبل. مستقبل تركه. يعني في مدرسه من المدارس النفسيه نافعه جدا هي مدرسه جشتالت، وهذا المؤسس ماله اسمه الماني اسمه فيدريك وزوجته لورا. كانوا يقولون انت ما ترجع الى الماضي في اشكالياتك، ولا تروح للمستقبل كذلك. خليك عايش بواقعك الان. فانت بارك الله فيك تحرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعك الان، لا تروح للمستقبل. تمام يا الغالي؟ ولو قلت لي طيب بالله عليك اذكر لي شيء ممكن يريحني ما يصير بي زهايمر، اقول لك تحرص على ايش؟ ان الذهن يكون ايش؟ مثل ما يقولون متدرب، كحفظ القرآن، قراءة كتب، يبقى معك الى ايش؟ الى ان تموت. ولذلك ما تستطيع ان تجد عالما من العلماء به خرف، به زهايمر. تمام يا طيب؟ تمام، جزاك الله خير. الله يعزك ويرفع قدرك ويبارك فيك.